ملي كنشوفوا زيارة لمسؤولة أوروبية رفيعة المستوى بحال كاجا كالاس للمملكة، خصنا نقراو ما بين السطور. الموضوع ما بقاش كيتعلق فقط بملفات كلاسيكية، بل حنا أمام ولادة محور استراتيجي جديد كيربط شمال إفريقيا بقلب أوروبا. علاش هاد التوقيت بالضبط؟ وعلاش المغرب ولا هو الرقم الصعب في هذه المعادلة؟ أوروبا اليوم كتعيش تحول جذري في استراتيجية الطاقة ديالها، وكتفتش على شركاء موثوقين بعيدا عن التوترات الجيوسياسية في شرق القارة. هنا كيبرز المغرب كقوة صاعدة في الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة. الشراكة اللي كتهضر عليها وكالات الأنباء هي اعتراف بأن أمن الطاقة الأوروبي مستقبلا كيمر عبر الاستثمارات الضخمة في المملكة. الرسائل السياسية اللي جاو في هذه اللقاءات كتأكد على واحد الحقيقة: المغرب نجح في فرض منطق الندية. السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية ولات هي المعيار الأساسي لتقييم أي شراكة دولية. أوروبا اليوم كتعامل مع المغرب كقوة إقليمية عندها كلمة مسموعة، وكدولة كتقدم حلول واقعية لاستقرار المنطقة، ماشي كدولة كتحتاج فقط للمساعدة. فعالم كيعرف اضطرابات كبيرة كيبان المغرب كمنصة للاستقرار في حوض المتوسط. هاد الشراكة الاستراتيجية كتمتد للتنسيق في ملفات معقدة بحال التنمية في إفريقيا ومواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود بذكاء وتدبير مشترك، ماشي بمنطق الوصاية.